الفاتحة تير تحليل وتصوير وريح إلى أخوة سيدنا وحبيبنا رسول الله من عبد الله وزواج وذريته والبيت والسائر والأنبياء والمرسلين وكريم الصحابة أجمعين. ثم نريد أوائل الكريم اليوم الأرواح والملائكة المكرمين رجال وكبن مكان أهل وهم مشاركة إلى مغاربها وبرها وبرها ثم إلى رسلنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسلم قواتنا الفقيه المقدم من أهل بعض وشرفهم ثم إلى رسلنا الشيخ قدير الجليل الشيخ سيدي أفندي نزيل الشيخ برسن السزالي ومحمد بن القياس ثم إلى الروح الحبيب محمد بن حسن الحداد صاحب هذه التربة ثم إلى الروح الحبيب السيد العلوي بن أحمد بحسين والحبيب سيد الوالد سيد أحمد العلوي بحسين حجي عبد الحنان بن عارف وحجي محمد عبد الشكور بن أحمد بستام وحجي عبد الله بن أبو بكر وأحمد بن عارف والسيد الشيخ أحمد الحبشي حجي حسن بن حجي حسن بن حجي دنتي ومحمد بن عبد القادر الحداد وعبد الله بن شعيب الشاي حسن أفندي بن حسين حجي عباس بن حجي عمر كيانجوس محمد زمزم بن عبد الرحيم وحجي سالم بن عبد الراني وكيلاني بن مصطفى وملارو حجي مصطفى بن عبد الله ومعنى تيتي بنت فلان وحليمة بنت أمة وعائشة بنت أحمد علي والأستاذ مصطفى بن سالم مسعود وعبد الله بن يحيى ومحمد ناصر بن أحمد حسن إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم بجنة برحمته ثم لله أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلم بجنة برحمته استعين بركة بأن الله يبلغ مقاصدنا ويقضي حاجاتنا ويكتب السلامة علينا من شر الجن والإنس ومن السوء إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثر إنا جعلنا في فهي إلى سدا فأغشيناهم فهم لا سواء هم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم السيف فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا مد وعلى إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من هو الله أحد والمعوذ اجتمعنا هنا بسببهم المغفور الحي القيوم الحبيب علوي بن أحمد بحسين والحبيب أحمد بن علوي بحسين والحبيب عبد الحنان بن عارف ومحمد عبد الشكور بن أحمد بستام وحاجي عبد الله بن أبو بكر وأحمد بن عارف وسيد الشيخ أحمد الحبشي وحسن بن دنجي ومحمد كرير حداد وعبد الله بن شعيب بشعيب وحسن أفندي بن حسين وعباس بن حاجي عمر وأكي أغوس محمد زمزم بن عبد الرحيم وحاجي حليم بن عبد الغني ودكتور حاجي جيلاني بن مصطفى وحاجي مصطفى بن عبد الله ونياي تيتي بنتي فلان وحليمة بنتي أحمد وعائشة بنتي أحمد عارف وأستاذ مصطفى بن سالم مسعيد وحبيب عبد الله بن يحيى وحبيب ناصر بن أحمد حسن وحبيب أحمد بن حبيب علي بن أحمد بن صالح بن شعب بكر بن أن الله يغفر لهم رحمة والدينا ولكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض من عليها
وأنت خير الوارثين وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيد رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله الطاهرة عامة المؤمنين سيدنا خديجة كبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء الحمد العباس والحسن حسين علي زين عابدين محمد الباقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريثي سيد محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خالد قاسم سيدنا محمد صابر المنباد وسيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عم الفقيه وسيدنا حبيب علي الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صابر الدرك إمام محمد مولى الدويلة سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام عبد الرحمن السقاف وشاه من مخضار السكران أحمد السكران حبيب علي السكران حبيب عبد الله بكر الشيخ بكر بن سالم والحبيب عقل بن سالم والحبيب محمد عبد الرحمن الطاش عن ابن بارس والحداد وصولهم وفروهم كتب الشيخ بكر الجلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم السوكي أبي حسن شذري وكذا الشيخ محمد البوصيري صاحب برده أبا الشيخ سلطان شيخ أحمد التجاني شيخ سليمان الجزوري محمد حبيب حرب الحبيب الله الإدوس وصولهم وفروهم وجن عبد الله السقاف وصولهم وفروهم والحبيب عمر السقاف صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى الأرشي والحبيب أحمد محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين حبيب شيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن مسمين والحبيب حسن بن صلاح البحر والحبيب شيخ عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخران حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن ملطس وصولهم وفروهم والحبيب علي بن حسين حبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي بن محمد بن علي بن حسين حبشي والحبيب عبد القادر السقاف محمد بن هادي السقاف وصولهم وفروهم والحبيب أحمد بن مسلم عبد الله الحدار والحبيب أحمد محمد مخضار الحبيب عبد القادر محمد السقاف الحبيب محمد صالح المخضار والحبيب عبد الرحمن مصطفى من الدوس ومن تارم وأهلا من زنبل سادة علوين والحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله محسن العطاس ووصولهم وفروهم والحبيب محمد الحداد الحبيب علوي الحبيب حسين بن الحداد والحبيب محمد بن عبد الله بن طالب العطاس ووصولهم وفروهم والحبيب عبد القادر بن علي السقاف ووصولهم وفروهم والاتساع رحمة الله فعل الشيخ شام الحبيب هيا صافي والحبيب محمد مخضار والحبيب محمد بن حبشي محمد بن محمد بن حبشي محمد بن حسين الدوس والزين الحبيب جم السقاف حبيب علوي بن السقاف والحبيب عبد الله الحداد الحبيب السقاف الشيخ علي بن القطب الإمام حبيب بكر محمد السقاف حبيب علي محمد حشيم بن السقاف صالح مسلم سناد الحامد والحبيب عبد القادر بن احمد الفقيه الحبيب عبد الله بن عبد القادر والحبيب محمد محسن بن ابو الحبيب حسن بن هارون والحبيب محمد الحداد والحبيب محسن بن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس سلم جدا والحبيب اخر علي بن رحمن الحبشي واصولهم وفروهم وسلم بن حبيب سالم بن طه واصولهم وفروهم الحبيب احمد بن علي الحداد واصولهم وفروهم ولسن الحبيب حسين بن عثمان الادروس الحبيب عبد الرحمن مصطفى بن سمير ولسن الحبيب حسين بن احمد بركبه واصولهم وفروهم والحبيب عبد الله الحداد واصولهم وفروهم ولسن الحبيب حامد عبد الرحمن السقاف واصولهم وفروهم الحبيب هاشم بن حسين ملاخره واصولهم ومشاطر حسين الحبيب من سلطان القطب الامام ولسن الحبيب حامد بن الله الحداد اخونا حبيب حامد واصولهم وفروهم ولسن الحبيب احمد بن علي بن صالح بن شاب بكر بن سالم واصولهم والحبيب عبد الله بن سالم والكاب شيخ بن احمد بن شاب والحبيب احمد بن شيخ بن احمد بن شاب عبد الله بن شاب والحبيب حامد عمر بن شاب واصولهم وفروهم والحبيب احمد بن حسن حبشي واصولهم وفروهم الحبيب احمد بن محمد الكاب والحبيب عبد الرحمن محمد النوار واصولهم وفروهم الحبيب احمد محمد الكاب شيخ عبد الباسين ولسن الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شاب بكر بن شاب حبيب علي بن محمد النوار واصولهم وفروهم الحبيب علوي بن شيخ بن حماد بن جعفر بن احمد بن الله السقاف والشيخ عبد الصمد الفلانباني الشيخ عبد الحامد ولسن الحبيب علوي بن احمد باسين والحبيب محمد بن علوي بن حسين وبحسين ولسن الحبيب وعبد الله حنان بن عارف ومحمد عبد الشكور بن احمد بسطام
وحاجي عبد الله بن أبو بكر وأحمد بن عارف وسيد شيخ أحمد الحبشي وحسن بن حاجي نمشي ومحمد كادر حداد وعبد الله بن شعيب باشئب وحساني أفندي بن حسين وعباس بن حاجي عمر وكي جوز محمد زمزم بن عبد الرحيم وسالم بن عبد الراني وحاجي كيلاني بن مصطفى وحاجي مصطفى عبد الله ونيي تيتي بنتي فلان وحليمة بنتي أما وعائشة بنتي أحمد عارف وأستاذ مصطفى بن سالم مسعد وعبد الله بن يحيى وناصر بن أحمد حسن ثم إلى رومان اجتمعنا ها هنا بسببه أن الله يغفر لهم ورب رحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم واجمعنا وإياهم والمسلم في دار كرامتك ومستقر رحمتك محلي أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وذلك فضل منا الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة. آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا أنت الغفور الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba wal asatidah wal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah, di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memudahkan langkah kaki kita. Dengan nikmat yang Allah berikan, kesehatan, afiat, waktu yang luang, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di tempat yang kita cintai ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di Yayasan Darul Aitam Palembang. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita,
mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah setelah dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala fi khairin wa afiyah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, sambil pula lisan kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, berdirinya kami di tempat ini adalah ingin menyampaikan tertib acara ataupun susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini di dalam rangkaian memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam di Yayasan Darul Aitam Palembang. Pada hari ini tepat tanggal 22 September 2024, 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, acara pertama telah kita lewati pembukaan, diawali dengan pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Al-Ustaz Zaki Ridwan MPD, dan juga dilanjutkan dengan tahlil dan doa yang dipimpin oleh Sayyidul Habib Umar bin Abdurrahman Asgab. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan doanya dikirimkan kepada almarhum dan almarhumah pengurus Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral hadirin, menginjak ke acara yang berikutnya, yakni pembacaan Maulid Sintut Durar karya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang nanti diiringi dengan hadrah oleh anak-anak Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam. Kemudian acara berikutnya akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Aitam Palembang yang akan disampaikan oleh Sayyidul Habib Ali bin Ahmad bin Alwi Bahsin SAG, dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah dan ditutup dengan doa penutup. Demikianlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan anugerah kepada kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak nanti kita di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, menginjak ke acara yang kedua, pembacaan Maulid Sintut Durar Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang akan diawali oleh Sayyid Segab bin Ahmad Bahsin. Sebelumnya akan diawali dengan Ratibul Fatihah. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاة الحال وأن الله يغفر الذنوب ويسر الكروب ويشر الكروب ويسر عيوب وبارك لنا ولكم في كل حال وفي أهلي والمال والإيال في لوالدينا وولدكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يتولى النبي ولايته يحفظنا من شر البرية تكسيرنا وفي حق النبي وفي حق أزواجنا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا قلنا وإياكم زل المعاصي إلى عز الطعام من حاضر نقصان إلى أجل معالي ومن كل حالة دنيا إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا يصغر أعراضنا طول أعمالنا مع علوة وعافية واحسن سابقتنا وسن خاتمنا لنا وعلى كل من نوى حبيب علي محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي أن الله نيتهم وعمل أعمال أخلاق أخلاقهم على كل حال النية وكل صلاة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار. الفاتحة. Untuk pasal berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh para habaib dan jemaah yang lainnya. Pada Ustaz Syed Segab bin Ahmad Bahsin fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Dzkurus salata ala nabi.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحكى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تأوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام
السلام عليك السلام عليك السلام عليك دين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك زين الأنبياء صلى الله عليه صلى الله عليه السلام عليك الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك مزفعي في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك مظللي بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الله عليه. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله من القريب والشاسع. صلى الله عليه. فالحمد الذي لا تنحصر أبلاده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابر فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا، جل من شرب الوجود بنور رمل الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بحسن على مقام وتناهى بمجده وتعالى، لاحظت العيون بمثلته بشرا كاملا يتيه الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من خطوة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهافظ في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود بخلق يد النور. فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته بذكر الحكيم. ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي على صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان بظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه
ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أصال تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاون وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه، وقد قادت العقد الأزلية بما قادت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير أفكار ظهوره وبحر، فتعلقت همة الراكم لهذه الهروب من يرجو ما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت حسن لا تفي بمشر صالح أوصى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فعنا تغرب الأقلام في عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين محافظه من شر أشراف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت يده بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذا الحضرة الكريمة ولعن التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفعهم به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام بني شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله
إمام بني الإمام شاهد الله شاهد الله نال كل من تمنى عندها تبك الخيام تبك الخيام وهزار الأنس ظنا وسجع قمر الحمام قمر الحمام يا حبيبنا علي شاهد الله شاهد الله يا إمام بني الإمام شاهد الله شاهد الله يا لقى الله شريبنا من صفا ذاك المدام ذاك المدام ودعينا فأجابنا وعواذلنا نيام ذلنا نيام يا حبيبنا علي شاهد الله شاهد الله يا إمام بني الإمام شاهد الله شاهد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد 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 الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله عليك حبة القدرات جاهد في سبيل الله عليك حبة القدرات جاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد قال يا ربي سؤالي أمة بعد
وسامعهم من الذنب وغفر يا ذنوب الله وسامعهم من الذنب وغفر يا ذنوب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد محبوب الكامل وشمائه التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. يتشرف بكتاباته القلم والقرطاس وتتنزه في الحدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الحسوسية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في خاف المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله،
وقربا وقت بروزه إلى عالم الشهادة لبنبسط على أهل هذا العالم فيوضة الفضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجرحرة الموصونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إصرك هذا السراج، والعيون متصوفة إلى بروجه متسوقة إلى القطاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نقطت بفسيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. فلم تزل الأرض والسماوات وتتحم الفراح بملاقة أسراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأزهر الله في الوجود بحجة التكريم وبسط في عالم الكبير مائدة التسير والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي آخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. قسما بالندم والمعافى والسقيع مسوى فاغلق الكونين بها أنت سواه فمولى العزم والعجم. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. سيد السادات بالمضرين أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور
وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Cik, bismillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanati samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tathij wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'i subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qudratu kasyafat qina hadzal mastur liyabruza nuruhu kamilan fi alamidz zuhur nuran faqa kulla nur wa anfadzal haqqu hukma ala man atamallahu alaihi ni'ma min khawasil ummah ay yahdura 'inda wad'ihi ummah ta'nisan di janabihal mas'ud wa musyarakatan laha fi hadha simatil mamdud fahadar bi taufiqillahi sayyidatu maryam wa sayyidatu asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man qasamallahu lahu minasy syarafi bil qismatil wafiyah. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من نور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا حلال مثاني فحزروا اليوم نغرد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد صل يا ربي على أحمد النبي الأمين المشفع في القيامة للخلائق أجمعين ولرب كل حمد فلرب كل حمد جل أن يحصره العاد وجودي إذ حبانا بوجودي مصطفى هادي محمد الله صل يا ربي على أحمد صل يا ربي على أحمد اسمه طه وياسين الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من أتانا ببراهين الله الله يا رسول الله أهلا بك إن بك نسأل الله وبجاه وبلغ كل ما قصد يا رسول الله جئنا للزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب
ارحمنا وانظر إلينا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا وهدنا سبيلي كي به نسعد ونرشد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهه في جواره غير مقعد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله عليه يا نبي صلى الله عليه يا نبي يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. تسمية. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di hadapan kita ada seorang bayi putra yang sebentar lagi akan kita resmikan namanya, yang mana nama tersebut telah dimufakati oleh kedua orang tuanya dan seluruh keluarga besarnya dengan memberikan nama Emir Hisham Akbar bin Muhammad Ali. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Emir Hisham Akbar bin Muhammad Ali kama samahullah kama aslafuna salih inna tasmi' abnaihim annallaha ya'jalhu
أو ولدا صالح طاعة الله وطاعة رسول الله واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يعطيه الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظه من شر الزمان ومن شر أهل الزمان من الكافرين والمشركين والحاسدين والظالمين والمنافقين والكاهنين المبتعدين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا وفقهم طاعتنا وزدنا برهم. اللهم أعنا على تربية أولاد بسبيل مرضاتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وربقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبذ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتئذ منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه. وقد انبسط القلم بتدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة
وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي سيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأتمات الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم اسمع الله وأيديهم يا سلام. الحمد لله رب العالمين. Qabul insyaallah. Masyarul hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian pembacaan Maulid sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul Maulid dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyarul hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Menginjak ke acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Darul Aitan Palembang yang akan disampaikan oleh Sayyidul Habib Ali bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Bahsin SAG fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين أما بعد. Yang kami hormati para habaib, para syiban, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di sini dihadiri oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 2, Bapak Syarif, sekaligus mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dan juga wabil khusus penceramah kita nanti Fadilatul Ustadz Kemas Muhammad Ali. Semoga beliau selalu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, diberikan kesehatan wal afiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan para orang tua kita, tokoh masyarakat, para habaib, para syiban, para asatidzah juga diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah, karunia dan nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dan luang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di siang hari ini kita masih dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga pula perkumpulan kita di siang hari ini menjadi wasilah dan perantara agar kita di kemudian hari nanti dikumpulkan bersama junjungan agung Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami berdiri di sini mewakili segenap keluarga besar Yayasan Darul Aitam, ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada antum sekalian dan juga mengucapkan terima kasih atas bantuan antum sekalian yang turut berpartisipasi sehingga terlaksananya acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di panti asuhan Yayasan Darul Aitam ini. Semoga apapun bantuan kalian, apapun bantuan antum, baik berupa material, moral, semoga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Fadhal Ustaz. Andai kata di dalam penerimaan dan persediaan kami, penempatan ataupun lain-lainnya kurang berkenan di hati antum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segenap keluarga besar Yayasan Darul Aitam mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari penerimaan dan penyediaan kami ini. Barangkali tidak banyak yang akan kami sampaikan, lebih dan kurang kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Kami ucapkan kepada Saudara Habib Ali bin Ahmad Bahasin atas apa yang telah beliau sampaikan. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Muhammad Ali. Kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru mulia yang hadir, para kiai, para habaib, para satizah, para guru-guru mulia yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun teriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati keluarga besar dari Yayasan Panti Asuhan Darul Aitam, Al-Habib Ali bin Ahmad Bahasin yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Yayasan Darul Aitam senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang luar biasa. Bangga kita jadi orang Palembang ini, pagi, siang, sore, malam maulid, Pak. Pagi tadi tempat Ustaz Topik, siang ini di sini, sore, malam, ya, arba'in. Ini adalah satu keberkahan kita tinggal di kota Palembang ini. Pagi, siang, sore, malam menunjukkan kecintaan warga kota Palembang ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, yang hari ini hari kelahirannya sama-sama kita peringati,
yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Guru ana mengatakan siapapun yang sibuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dia lupa mendoakan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan kepadanya lebih dari apa yang dia pinta. Jadi kata guru ana, siapapun yang sibuk bersolawat sampai dia lupa berdoa untuk dirinya dewek, maka tak perlu kita minta apa yang kita hajatkan, lebih dari itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keberkahan kita pada pagi hari ini sudah sama-sama membaca Maulid Simtuduror tadi, Mahalul Qiyam, dan nanti kita sama-sama akan tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, beberapa waktu yang lalu saya ditelepon Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, diminta untuk memberikan mau'izatul hasanah tausiah. Ana bilang, Bib, ana bukan tausiah, ana tahu itu gudang galo di situ. Kiai-kiai habaib, guru-guru ada di situ galo. Ana cuman ngambil berkahnya baik. Karena ana mungkin sudah 10 tahun setiap hari ana berkirim Al-Fatihah ke Habib Alwi bin Ahmad Basin atau Mu'alim Nang. Ana tidak sempat belajar sama beliau, tapi ana tiap hari berkirim Al-Fatihah karena ana banyak mendengar kisah-kisah, mendengar berkahnya Habib Alwi bin Ahmad Basin ini, karomah-karomah yang beliau miliki, dan ana tidak sempat ketemu karena ana lahir tahun 78. Tahun 94 ana berangkat ke Pondok Pesantren Wali Songo di Jawa Timur. Dari satu bis berangkat itu, satunya ada salah seorang di bis barengan ana, alumni angkatan ana tahun 94. Itu adalah lulusan dari Darul Aitam, namanya Rudi, tapi tidak tahu ana di mana dia sekarang. Itu lulusan dari Darul Aitam, berangkat bareng-bareng ana nempuh pendidikan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur tahun 94 waktu itu. Dari situ saya paham, dan saya punya kakak, punya mamang, adiknya mak ana, beliau sempat berguru sama Habib Alwi bin Ahmad Basin, dan saya tidak sempat. Tapi saya terus berkirim Fatihah, dan subhanallah berkah nyambungnya. Saya diminta sama Habib Abdurrahman kemarin, Habib Aman, untuk tausiah di sini. Ana bilang ana tidak tausiah Habib, ana hadir, ana melok dapat berkahnya baik. Dapat berkah Habib Alwi bin Ahmad Basin hadir di Darul Aitam, dan ini kali pertama ana ke sini. Sempat nyasar pula tadi, ana lurus ke sana, tidak tahu rupanya belok ke kanan. Ngapa ngecik-ngecik ini kata ana. Nelpon panitia tadi, dijemput ana di depan. Terima kasih. Kawan-kawan semua, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita diajarkan berkumpul bersama para habaib mengenang hari lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia. Dan ana selalu katakan kita bangga menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling belaga. Ana pernah dengar ceramah Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Janwi Sahab. Dalam tausiahnya Habib Mahdi mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang paling belaga di antara seluruh nabi. Cuman kalau kita nanya sama bapak ibu-ibu, kalau dalam acara aku tanya siapa nabi paling belaga, mereka pasti jawab Nabi Yusuf. Setiap kita tanya siapa nabi yang paling belaga, mereka pasti jawab Nabi Yusuf. Karena memang anak juga dari kecil dulu diajari wong tua, kalau wong tua kalau ibu-ibu lagi hamil galak maca surat Yusuf. Ngapo? Karena terkenal kebelagaan Nabi Allah Yusuf itu. Jadi kalau kita baca surat Yusuf ini, insya Allah anak kita belagak pecah Nabi Yusuf. Kata orang tua-tua zaman dulu, tapi tetap nyengok mak bapaknya dulu. Udah, mak bapaknya jahat, mana baca belagak, udah dari mana. Cuman terkenal omongan itu. Jadi wong kalau ditanya siapa Nabi paling belagak, Nabi Yusuf. Sampai dikisahkan Julaiha itu pernah nyejerkan betina-betina, dikasih apel, dikasih pisau. Begitu dikeluarkan Nabi Allah Yusuf, kaget ini perempuan. Melihat tampannya wajah Nabi Allah Yusuf, yang tadinya mereka ni mengejek Julaiha, bisa cinta sama Nabi Allah Yusuf. Dalam Al-Quran Allah katakan wa qata'na aydiyahunna, mereka ini betina-betina ini mengiris tangan mereka sendiri, saking keterpesona dengan melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf ini. Wa qata'na aydiyahunna, tak terasa bukan ngiris apa lagi, yang dia iris tangan. Rupanya betina ni yang menyingok lanang belagak sama bayi pecah lanang ini.
Kalau kita ni kan enggak dia omong, oh lanang ni kalau nyengok betina cantik tak berkedip. Rupanya sama baik, betina juga kalau nyengok lanang belagak tak berkedip, Pak. Ini buktinya, waqata'na aydiyahuna, mereka mengiris-ngiris tangan mereka saking ke mereka menikmati ketampanan Nabi Allah Yusuf itu. Kata Habib Mahdi, belagaknya Nabi Allah Yusuf itu tidak separuh belagaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah ini bukan cuman belagak rainya, bukan cuman belagak wajahnya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga belagak akhlaknya. Banyak kalau orang belagak tu, Pak. Tapi kadang kan belagak rayunya baik, akhlaknya tidak bagus. Kita galak ngomong kan, oh ya Ustaz itu rayunya baik, belagak Ustaz, tingkah lakunya minta ampun. Rayunya belagak, tapi akhlaknya tidak bagus. Atau ada sebaliknya, dia rayunya tidak bagus, tapi akhlaknya bagus. Ustaz itu rayunya baik, jahat Ustaz, tapi akhlaknya Masya Allah Ustaz. Ada juga yang kata antanan rayulah jahat, akhlak tak bagus pula, ada itu. Kalau Nabi Muhammad ini memang wajahnya lah tampan, akhlaknya juga baik dan bagus. Maka kemarin video anak ceramah di Kambang Koci diminta oleh Abu Habib Sukri, viral Pak. Habis anak dihajar wong di media sosial Pak. Itu baru berkawan dengan habaib, baru berkawan dengan wong aib, itulah dibela-belanya unian. Ana diam ke baik, tidak ana jawab di grup itu. Habis ana dihajar wong itu. Sama Abi Aman tahu kalau ketabu wong. Tidak ana jawab Pak. Ana bukan bela, memang ana berkenal dengan para habaib, akhlaknya memang baik-baik dan bagus-bagus Pak. Cak mana ana nak jahatkannya Pak? Ana dihajar sama wong di medsos itu bela habaib karena dia terdekat dengan habaib, dekat dengan ini. Bukan ana bela, memang akhlaknya baik, memang akhlaknya bagus Pak. Mereka mengajarkan dan mewarisi sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul kurang apa Pak? Dilempari, dibabit, dicaci, dimaki, tidak ada Rasulullah balas. Tidak ada Rasulullah balas Pak. Kalau kita dengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ke Taif, dilempari sampai kena wajahnya Rasulullah berdarah. Datang malaikat penjaga gunung, ya Muhammad, mereka penduduk Taif ini sudah kurang ajar kepadamu. Biarkan kami angkat gunung ini, kami timpa ke dengan mereka. Apa jawab Rasulullah? Jangan, kaget mungkin ada anak keturunan mereka bakal beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba itu mentepeci di kita. Ditangani wong, dianui wong, ada malaikat datang mano, li timpokelah gunung ini, laju je gitu, lanjaklah. Kapan lagi kesempatan, ada. Tapi Nabi Muhammad luar biasa Pak, kesabarannya Masya Allah. Kita dapat kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap hari diludahi sama perempuan kafir. Tiap hari nak ke masjid, tiap hari diludahi. Kena badannya Rasulullah, dilap sama Rasulullah. Tidak marah Rasulullah. Tiba satu hari perempuan yang meludahi ini sakit. Justru Nabi Muhammad lah Rasulullah pertama kali membesuknya. Sampai kemudian wanita ini menangis dan berkata, ya Muhammad, bimbing aku bersahadat, aku ingin mengikuti agamamu. Ngapo? Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah ini luar biasa Pak. Baginda Rasulullah SAW sayangnya bukan main sama kita Pak. Bukan main sayang sama umatnya Nabi Muhammad ini. Bukan cuman yang lurus baik, bukan cuman yang benar baik, hatta yang mengot-mengot baik masih disayangi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana dapat cerita dari Habib Segaf Baharun. Dulu di kota Madinah, kata Habib Segaf Baharun, alu wong sekolah di sana dapat duit Pak. Dinjuk apa namanya tu beasiswa lah mungkin, ya. Sekitar 5 juta lah kalau duit kita 4.000 real lah pun. Itu sekitar 5 juta kalau duit kita. Sekali hari kata Habib Segaf Baharun, ada juriat Nabi datang kepada pemegang kuasa duit ini, yang megang duit untuk diberikan ini. Datang menghadap, dia ngomong, ana dari keturunan ini tunjukkan nasabnya. Ana nak ngambil hak ana 5 juta tadi. Karena yang minta ini hobi mabok, hobi minum, hobi gawe dak keruan, sama yang megang duit ini dak dikasihkan, dak dinjuk. Karena dia takut kalau dinjuk ke duit ini, kaget dipakainya mabok. Tidak dinjukkan, kata Habib Segaf Baharun. Dak kalah aku nginjukkannya, disuruhnya balik wong ini. Begitu wong ini balik, malamnya yang megang amanah untuk magikan duit ini mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah bertanya, hei Fulan bin Fulan, si A tadi kan datang sama kau, dia ada hak duit yang kau pegang itu, ngapain tak kau unjuk ke? Kata yang megang ngomong, ya Rasulullah, sungguh si Fulan bin Fulan itu hobinya mabok, hobinya minum. Kalau duit ini kunjuk ke, kaget duit ini dipakainya mabok.
Kata Rasulullah nanya sama dia, aku tanya sama kau, kata Rasulullah, kalau kau punya anak dua, sikoknya soleh, sikoknya pemabuk atau tak benar, lalu kau meninggal, apakah anak kau yang pemabuk tadi tidak dapat harta waris kau? Terdiam Pak yang megang duit ini. Kalau kau punya anak sikoknya soleh, sikoknya tak benar, kau mati, apakah yang tak benar ini tidak dapat harta waris? Dapat ya Rasulullah. Kalau begitu ngapa tidak kau unjukkan duit dia? Nangis wong ini Pak. Besok didatangi tempat wong yang galak mabuk yang kemarin nak minta hartanya, didatangi dia kasihnya, nah ini bagian kau mbeklah, ini dari aku untuk kau. Bingung budak ini. Kemarin aku minta benar-benar dak kau unjuk, ini aku dak minta kau anteri, kurang-kurang kau lebih ke pulau. Ada apa ini? Berceritalah dia bahwa tadi malam dia mimpi bertemu sama Nabi Muhammad dan dia ceritakan kisah yang tadi ditanyakan oleh Rasulullah. Nangis pemabuk ini, lalu kemudian dia bertobat, minta ampun kepada Allah. Begitu hebatnya Rasulullah sayang kepada dirinya walaupun dia seorang pemabuk. Itu hebatnya dan kasihnya Nabi Muhammad SAW ini kepada kita Bapak Ibu. Maka kawan-kawan semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bangga dan bahagia kita hadir di majelis-majelis maulid ini merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena siapapun yang bergembira dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, maka Allah akan tanamkan kesenangan di dalam hati mereka. Tak usahlah kita, ya. Abu Lahab baik manusia yang paling benci sama Nabi Muhammad, Pak. Abu Lahab ini bukan dia baik yang benci sama Nabi Muhammad, termasuk bininya juga benci, bukan main sama Nabi Muhammad. Gawe bininya ini galak nanam kenduri di mana tempat Rasulullah akan lewat, biar Rasulullah terkena duri ini, saking kebencinya. Jadi Abu Lahab ini dengan bininya ini kompak dia benci sama Nabi Muhammad. Ini keluarga ABG namanya Pak, anak beranak gilo galau. Laki gilo, bini gilo, teko anaknya gilo pula. Ngapo? Membenci Nabi Muhammad SAW, bukan main. Padahal Abu Lahab ini pamannya Nabi Muhammad, saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau ada paman benci dengan ponaan, Abu Lahab berarti itu. Kenapa? Karena Abu Lahab ini bencinya bukan main sama Nabi Muhammad. Tegak duduk, tidak senang sama Nabi Muhammad. Sama cak orang sekarang kan, tegak duduk, tidak senang dengan juriat Nabi. Dihajar-hajar, dijahat-jahatkan, dihabis-habiskan. Ya kalau manusia itu ada baik, ada duanya kalau Pak, ada baik, ada buruknya macam itulah, ya dah. Tapi jangan kita pukul rata, jangan kita samakan. Kalau orang baik ya harus kita konsekuen, katakan baik. Memang dia bagus ya kita katakan bagus. Jangan dipukul rata, ini tidak. Tegak duduk, tidak setuju dengan juriat Rasul. Samalah seperti Abu Lahab ini, tegak duduk, tidak senang dia dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang digawekan sama Rasulullah, tak katik benarnya di matanya Abu Lahab ini. Bencinya dia bukan main. Di dalam Al-Quran sudah dinyatakan Abu Lahab ini tempatnya di neraka. Tapi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Abbas pernah bermimpi bertemu Abu Lahab. Ditanya sama Ibnu Abbas, ya, masih saudaranya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, mak mana keadaan kau di sini? Dijawab sama Abu Lahab, pecah yang kau jengok inilah Ibnu Abbas. Aku ini disiksa tiap hari. Kalau bahasa kita tuh ditangani, digebuki, diterajangi, ya. Tapi, ada tapinya. Setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Karena aku pernah senang hari Senin itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hari Senin itu Abu Lahab memerdekakan budaknya bernama Suaibah, saking kegembiranya dia punya keponakan lanang. Buah dari dia gembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad itulah azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Abu Habib Nagib kemarin di Rubat Muhibbin, mak mano kalulah Abu Lahab baik, orang kafir Pak, benci sama Nabi Muhammad, cuman pernah senang Rasulullah lahir, ya? Azabnya diringankan oleh Allah. Mak mano kita memang umatnya Nabi Muhammad, tiap hari kita bersolawat sama Rasulullah, kita memang cinta sama Rasulullah, kita senang dengan hari kelahirannya, tidak tahu lagi apa yang akan diberikan oleh Allah. Maka anak heran Pak, kalau ada orang tak senang dengan maulid, tidak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad, dihalangkan, dibuat mak inilah bid'ah dan lain sebagainya. Ana bilang aneh kamu. Ngapu aneh? Wong Abu Lahab baik Pak, wong kafir benci sama Nabi Muhammad, lagi senang dengan maulid. Ya maulid itu lahir kan, ya. Berarti senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Berarti kalau kamu yang tidak senang dengan maulid ini, berarti kamu lebih parah dari Abu Lahab ini. Wong Abu Lahab baik wong kafir senang dengan hari kelahiran Nabi, madai kamu ngaku Islam, taat beragama, tak senang dengan maulid, tidak senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita ini lebih parah daripada Abu Lahab.
Ngano di majelis-majelis maulid inilah diceritakan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, diceritakan bagaimana ahlaknya Rasulullah. Kalau tidak di acara maulid di mana lagi, Pak? Mana kita nak nyeritakan di acara kawinan? Ya tidak cocok lah. Yang paling cocok nyeritakan ahlak Nabi ya di acara maulid. Maka benarlah apa yang dilakukan oleh para habaib dengan maulid arba'innya, disambung dengan maulid istrinya, belum lagi maulid paginya, belum lagi maulid sorenya, belum lagi maulid khusus muslimahnya. Ya. Luar biasa memperkenalkan dengan sosok Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan maulid yang dilakukan ini terus menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kelak kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, jelas insyaallah. Sallu ala nabi. Jazakumullah khairal jaza kepada Al-Ustaz Kemas Muhammad Ali atas apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan hanya sebatas lisan, namun dengan amal dan dengan hati yang benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini ada permintaan doa syifa atas nama yang pertama Bapak Kemas Haji Halim Ali, dan yang kedua atas nama Ibu Hamidah binti Sultan Abdul Qadir. Pada para habaib mungkin bisa dibantu Ustaz Ali. Al-Fatihah binati syifa ala Kemas Haji Halim Ali dan Ibu Hamidah binti Sultan Abdul Qadir serta Alwi bin Husin Asgab. Anallah yashfihim syifaan ajilan la yughadiru sagaman wala alama bijahin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfihim shifaan ajilan la yughadiru sagaman wala alama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan shifaiha wa nurul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu ma dzuk qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba wa wafiqna lima tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah, dengan
talqin zikir tadi, maka berakhir acara kita pada siang hari ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yayasan